يلا نعمل برطمان الملح المبهر اللي عمرك ما هتستغني عنه، شغال معاكي في المطبخ في كل حاجة واي حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي كتير واعملوا لي لايك واشتراك في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. في الاول انا هحتاج نص كيس من الملح او كوباية مج يعني من الملح الابيض العادي بتاع الاكل، عليه معلقة من البابريكا المدخنة او البابريكا العادية اللي موجودة عندكم، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة من بتاعة الاكل اللي بناكل بيها، نص معلقة توم بودرة، نص معلقة بصل بودرة. ولو حابين تحطوا شطة حطوا، بس انا ما حبيتش احطها علشان تبقى لكل الاذواق، لو في طفل هياكل من الاكل لو في حاجة فيعني ممكن تستغنوا عن خطوة الشطة دي بالذات لو في اطفال. اعملي بقى قلبيه وعبيه في برطمان شغال معاكي في كل حاجة، وبدل ما انتي بتعملي حاجة مثلا وتفتحي 5 6 7 برطمانات عشان تحطي منها توابل، لا البرطمان ده هيكون معاكي شغال في كل حاجة. يلا عدي معايا: بطاطس محمرة، بيض مقلي، بيض مسلوق، بيض مدحرج، طيور متحمرة وترش عليها رشة بعد التحمير، كل حاجة، دقة الملوخية، دقة البتنجان، كل حاجة تعمليها في المطبخ هيكون معاكي الملح المبهر ده. ومش محتاجة تفتحي كل برطمانات التوابل بتاعتك علشان تاخدي شوية ملح تعملي بيهم طبق بيض ولا شوية بطاطس ولا ترشي على وش الطيور بعد ما تتحمر. جربوه بألف هنا وشفا، ده لازم يكون موجود عندك في المطبخ في ضلفة المطبخ لأي استخدام. ولو كمان لو عندك ولاد بيحبوا يدخلوا يعملوا أكل هيلاقوا بهارات سهلة معاهم يحطوها على أي حاجة. مع السلامة.